السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم غادي نفتحوا ملف قضيه اللي هزات الراي العام وقصه الوفاه الغامضه ديال المرحوم السي عبد الله المعروف بول طاكسي، سائق طاكسي اللي كيعرفوه الجميع بالاخلاق ديالو والطيبه ديالو. ولكن واش الموت كانت طبيعيه ولا كانت نتيجه تدبير محكم وتخطيط في الكواليس؟ اليوم اخواني اخواتي كاين معطيات صادمه ومستجدات قويه كتقلب موازين هذه القضيه. خيوط جديده بانت من بعد اعترافات مثيره ديال حارس السيارات، يعني العساس ديال الباركينغ، اللي كشف على وجوه جديده دخلت على الخط قبل ايام قليله من الفاجعه. بقاو معنا اخواني اخواتي لان هذه الحلقه هي تحليل جنائي دقيق. الكل شاده وفاده كيف ما كنقولوا، غادي نكشفوا فيها كيفاش كان السي عبد الله يعني مرصود ومتتبع، وشكون هما هاد الاشخاص اللي جاو يسولوا عليه في جنح الظلام. كأي محلل كنبداو دائما بالبحث عن ما قبل الجريمه. الحارس ديال السيارات خرج بشهاده اللي كتحبس الانفاس، كيقول باللي واحد العشيه ما بين المغرب والعشاء جاو عنده جوج ديال الاشخاص كبار في السن ماشي دراري صغار، وبداو كيسولوه بدقه غريبه على السي عبد الله، فوقاش كيجي، فوقاش كيمشي، الخدمه ديالو كيفاش، فوقاش كيخرج، واش كيخدم بالليل ولا بالنهار. الحارس يعني الكارديان بالنيه ديالو الصافيه جاوبهم باللي السيد عبد الله كيبدل الخدمه ديالو وكيدور في المدينه. هذا هو المعطى اللي عطاهم، وهاد الناس ما وقفوش هنا بل طلبوا من الحارس يتصل به بمجرد ما يبان السي عبد الله والسبيل والهدف من هذا الشيء. قالوا باللي وقع اصطدام مع صاحب دراجه ناريه موتور وهرب. يعني اخواني اخواتي هذه كانت اول فخ او محاوله لجر المرحوم لشي مكان معزول باش يقوموا بالعمليه ديالهم. السي عبد الله ملي وصل للباركينغ العساس عاود ليه كاع داكشي اللي وقع، وصف ليه الاشخاص وقال ليه باللي راه كيتهموه بالضرب والفرار. المرحوم استغرب بزاف وقال جمله وحده: هاد الهضره ما منها والو، انا ما ضربت حتى شي واحد. كمحللين هنا كيبان لنا التربص، هاد الاشخاص ما كانوش كيقلبوا على حق ضائع بل كانوا كيديروا واحد القراءه باش يبنيو الخطه ديالهم، كانوا بغاو يعرفوا التحركات ديالو والوقت اللي كيكون فيه بوحدو. السي عبد الله الله يرحمه كان كيتعامل برجوله وما عطاش الموضوع اهميه كبيره، وقال للحراس الا جاو المره الجايه عيط ليا نكون انا وياهم وجها لوجه نبين لك باللي انا ما ضربت حتى شي واحد. ولكن واش هاد الناس فعلا بغاو المواجهه ولا كانوا كيخططوا لشي حاجه ما كترجعش وشي حاجه اخرى؟ هنا كاين واحد النقطه خطيره وخطيره جدا في هذا الملف بالضبط. الحارس نبه السي عبد الله قال ليه رد بالك هاد الناس راه تابعينك، القضيه بانت ليا ماشي عاديه وهذا الشيء اول مره يجي شي حد ويسولني على شي راجل. ورده الفعل ديال المرحوم كانت هي الثقه العمياء، قال باللي المدينه كبيره وشكون يقدر يتبعه وهو نهار كامل كيدور وسط الزحام بالليل في الخوا. من وجهه نظر جنائيه اخواني اخواتي هاد اليومين او ثلاثه الايام اللي سبقات الوفاه كانت هي فترة الحسم. هادوك الجوج اللي بانوا في الباركينغ واش هما المنفذين ديال العمليه ولا مجرد كشافين ولا ناس عاديين جاوا فعلا يسولوا على شي حاجه واقعه صيفطتهم جهات اخرى. الاعتقالات الاخيره اللي باشرتها السلطات بفضل ذكاء ويقظه الامن هي اللي غادي تفك لنا هاد اللغز. بطبيعة الحال الروح عزيزة عند الله والاعترافات كاينه دابا، غادي تكشف شكون اللي عطى الامر وشكون اللي كان كينتظر اللحظه المناسبه باش يصفيها السي عبد الله. اخواني اخواتي دابا الخبر اللي كيتسناه الجميع، السلطات تمكنات من توقيف اشخاص في هذا الملف، الخيوط بدات كتجمع واللغز اللي كان كيبان معقد بدا كيتفك. اعترافات ديال حارس السيارات كانت هي المفتاح، هادوك الجوج اللي سولوا عليه دابا هما تحت البحث وغادي يضطروا يكشفوا على الشركاء ديالهم. فشكرا لكم اخواني اخواتي على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.